السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أحبتي في الله، والله يا جماعة اللي تشاركوا الفيديو دي والدال على الخير كفاعله. النهارده يا جماعة بنقرا مشهد في مصر، أقسم بالله العظيم يعني يحزن. يا جماعة التجار النهارده بيمتلكوا السلع وبيتاجروا بالمسلمين، بيتاجروا بقوت المسلمين. يا جماعة التاجر يتقي الله عز وجل، ارجع لربنا سبحانه وتعالى، تب إلى الله عز وجل، والله ستموت، والله ستقف بين يدي الله عز وجل وتسأل. كل تاجر وربنا سبحانه وتعالى ملك سلعة، اتقي الله عز وجل. والله النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. الدنيا ما بتدومش لحد، والله لو كانت دمت لغيرك ما كانتش وصلت لك. جشع التجار، ظلم التجار، افتراء التجار، كذب التجار، اقسم بالله كل تاجر سيسأل بين يدي الله عز وجل. إياك إنك تيجي على الناس، إياك إنك تظلم الناس، إياك إنك تصيبك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من شق على أمتي فاشقق عليه. أنت بتشق على الأمة والله، وبتحتكر السلع وبتخزن السلع لما تقل من السوق، وبعد كده تطلعها بسعر أغلى. يا ويلك، أقسم بالله يا ويلك من ربنا. أقسم بالله لما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، والنبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تردك كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسألهم: إنه من أمتي. الملائكة تقول له: يا رسول الله لا تدري ما أحدثوا بعدك. أنت ما تعرفش هو عمل إيه في الناس، ما تعرفش كان بيحوش السلع من الناس، ما تعرفش إن هو إزاي كان بيتاجر بالغلبان اللي مش لاقي قوت يومه. اتق الله. النهارده يا جماعة المشهد في إيد التاجر، أقسم بالله المشهد في مصر وفي الأمة الإسلامية في إيد التاجر. فأنا بقول لك يا تاجر اتق الله، اتق الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الأسواق فينادي في السوق فيقول: يا معشر التجار، يا معشر التجار، التجار فجار إلا من بر وصدق. اصدق مع نفسك، اصدق مع غيرك، اصدق مع الله، اصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم. كن حياتك كحياة النبي. النبي صلى الله عليه وسلم سموه يا جماعة قبل البعثة، قبل الرسالة، بالصادق الأمين. انت عارفين ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان تاجرا صدوق، كان أمينا، علم الدنيا الأمانة، علم الدنيا العطاء، علم الدنيا الصدق صلى الله عليه وسلم. اتعلم من النبي. رسالة لكل تاجر: اتق الله عز وجل، وإياك أن تكون ممن قال الله عز وجل فيهم: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أسأل الله جل وعلا أن يردني وإياكم إلى دينه مردا جميلا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كان معكم الداعية أدهم الشرقاوي، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.